بداية التاريخ، والعالم مليان أسرار غامضة. ألغاز حيرت العلماء وخدت عقول الملايين، وفي حكايات لحد النهاردة محدش قدر يفسرها. واحدة من أخطر الحكايات ديت هي حكاية عيشة قنديشة. في قرى المغرب القديمة كان الأطفال بيتمنعوا يخرجوا بعد المغرب، والرجالة ما يمشوش في الطرق الخالية بالليل. مش خوف من لص ولا من وحش، الخوف كان من حاجة تانية خالص، حاجة محدش يقدر ينطق اسمها بصوت عالي. اسمها عيشة قنديشة. بيقولوا لو ناديت اسمها ممكن تطل عليك بنفسها. يقولوا إنها ست جميلة جدا، جمالها يسحر أي راجل يشوفها، بس في جمالها حاجة غلط، حاجة مخيفة. دايما لابسة جلباب مغربي تقليدي، وبتخبي رجليها كويس جدا. ولما سألوا اللي شافوها قالوا إن رجليها مش بشرية. فيه اللي قال رجل معز، وفيه اللي قال حافر جمل، بس الكل اتفق إن اللي يقرب منها نهايته سودة. لكن الغريب إن في ناس بتقول إنها كانت حقيقية، ست من لحم ودم عاشت في القرن ال15 وكانت بتحارب البرتغاليين اللي غزوا المغرب. جميلة، شجاعة، ومخيفة في نفس الوقت. سموها الكونتيسة، ومع الزمن الاسم اتبدل وبقى قنديشة. بس بعد ما اختفت فجأة بدأت الحكايات عنها تتغير، وبدأت الأسطورة تولد من رماد الحقيقة. تظهر بالليل عند الأنهار أو الخرائب القديمة، تقف في صمت، وبعدين بصوت ناعم تقول تعالى تعالى بس لحظة، وصوتها يخليك تمشي ناحيتها غصب عنك. بس أول ما توصل تختفي، وتختفي معاها حياتك الطبيعية. فيه اللي بيرجع مجنون، وفيه اللي بيختفي للأبد. فيه ناس حاولت تستحضرها، طقوس بالبخور والمرايات والدم، بس محدش فيهم كمل للنهاية. فيه اللي اتجنن، وفيه اللي شافها كل ليلة في المراية، وفيه اللي لحد النهاردة بيصحى يصرخ يقول كانت هنا. لحد النهاردة محدش عارف الحقيقة، هل هي أسطورة ولا روح حقيقية بتنتقم من اللي ظلمها؟ بس كل اللي الناس متفقين عليه إن اللي بيدور وراها عمره ما بيرجع زي ما كان. فلو كنت لوحدك وسمعت صوت ناعم بيقولك تعالى، ما تبصش وراك، لأن ممكن تلاقيها وراك فعلا. اللغز مازال مستمر.